عندنا معالج الأخطاء اللي نقدر نكشف بيه المشاكل بتاعتنا. فيكتور دكتور أداة جميلة جدا، بس طبعا بتعالج الخطأ يعني بالنسبة أو بتعرفنا بعض الأمور كده بالنسبة للفيكتور. الشاشة كده ظهرت، معلش. اه، تمام. ماشي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مربع مقاسه مثلا إيه، هنكون بمقاس معلوم علشان هنجرب حاجة كده بالنسبة للمقاسات. 200. نرسم خط مقاسه 500 مللي، ودايرة نص قطرها 100. مستطيل، عشان أنا محدد سكوير فهو بيرسم مستطيل مربع على طول. مستطيل مثلا الويدث 200 والهايت 800. في حاجة في طبعا نبدأ من الأول. فيكتور دكتور بيكشف لي الأشكال المغلقة والمفتوحة، والأشكال اللي هي معمول لها دبل كيت، المنسوخة يعني مرتين. تمام، لو جينا نكشف كده على الأشكال دي، لو قلت له اكشف لي على الأشكال المفتوحة، عندي الخط ده بس. طيب المغلقة، كل دول مغلقة. طب ممكن أكون مش أخد بالي إن في شكل مثلا على شكل منسوب، بضغط على دبل كيدز دي. طيب أعطاني اللي فيه مربع هنا فوق التاني. طبعا لو جيت تشتغل تول باص وهتعمل جي كود فده يبقى بالنسبة لك مشكلة. طيب أنا دلوقتي في اختيار جميل قوي، إن أنا ممكن أقول له امسك لي بس الأشياء أو العناصر اللي يا إما بالمساحة مليمتر مربع أهو، يا إما بالملي طول، يا إما مساحة شكل أو إيه، أو طول أو محيط. ماشي، نفترض إن ده طوله كام، 500. هنتعامل مع الملي. لو قلت له أطول من 500، قال لي دول، عشان لو جينا بالنسبة للطول دول كلهم أطول من الإيه، من 500. طيب لو قلت له أنا عايز أشكال أقل اللي طولها أقل من 500، 500 مللي، فيجيب لي، يعني يجيب لي الرقم اللي أنا طلبته واللي أقل منه. هنا ما فيش عندي أقل من ال 500. طب تعالى نرسم كده شكل تاني. وقلت له حدد لي الأشكال اللي طولها أقل من 500 أو 500، فجاب لي الاتنين دول. طيب تعالى نشوف كده مساحة المربع ده. هو طول الضلع بتاعهم 20 سنتي، 200 مللي. هيبقى كام كله؟ طول الضلع في نفسه يعني 200 مللي في 200 مللي بكام؟ ب40,000. تمام كده؟ تمام. طيب هنا كده نجرب. هنا جاب لي إيه؟ هنا مكتوب هنا الأصغر من 40,000 مللي المساحة، فده طبعا مساحته هتبقى إيه؟ أقل من المربع. طب تعالى نقول له مثلا عاوزين أكبر من لارجر، أو أكبر من مساحة الشكل اللي أنا طلبته يعني 40,000. فجاب لي دول. بنستخدم
الخاصية ديت لما يكون مثلا عندي ستارة فيها أشكال دوائر صغيرة بمقاسات أقل، فأنا بدل ما أقعد أحدد كل عنصر كده لوحده كده، أقعد أحدد كده الأشكال الصغيرة كده، فبقوم بختار بشوف مثلا ده طولها كام، أو لو شكل مغلق أجيب مساحته ونشوف. طبعا كنت عايز أوريكم إزاي بنكشف عن الأخطاء لو في مثلا ملف معانا فيه مشاكل. ممكن نحول صورة نجرب عليها. تمام، أنا هشوف كده ملف. معلش يا جماعة عشان بس أنا كنت المفروض أجهز ملف يكون فيه مشكلة ولا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى باشمهندس. ازيك يا ريس؟ كان عندي ملفات كتير والله في المشي. هو دائما الشغلة اللي بندور عليها أو شيء بنضيعها. طيب، نحاول نعمل حاجة تانية. مثلا دي مثلا الشكل متقاطع يعني ايه؟ مش هيبقى مثلا باين معاك هنا مثلا لما ابعت كده الشكل، فانا عمال ادور مش لاقي، مش باين ان في حاجة ايه. فلما بقول له اكشف لي عن الشكل ده، فقام جايب لي هنا ايه، عمل لي هنا مارك كده ان في نقطة متقاطعة للشكل ده. فانا بكون بخلي بالي بقى، وبعد كده بروح على النود وابدا بقى ايه اظبط الشكل ده، واشيل النقطة دي مثلا على حسب بقى التصميم بتاعك وانت شغال. اقول له شفت تاني عليه، بقى لازم نحدد سوري. اقول له شوف لي تاني عليه هتلاقيه ايه تمام. كنت بس عايز شكل يكون فيه مشاكل كتير، او مثلا نقط فوق بعض، يعني نقطتين فوق بعض.
نعمل مثلا هنا إيه خط صغنن كده. ونشوف نجرب كده نقول له إيه، نشوف كده على الأخطاء الموجودة. برضه مصمم ميكشفش. تمام. المهم إن الفيكتور بيكشف لي عن المشاكل الموجودة في التصميم، وبيعرفني الخطوط المفتوحة والمغلقة والمتكررة مثلا مرتين، وبيعرفني الخطوط المتقاطعة مع بعض، ويعلمها لي باللون أحمر. لو في مثلا شكل وفي زي ده كده مثلا، في هنا مشكلة، اللون الأخضر ده بيقول لي إن في خطوط على بعض وخطوط مفتوحة. نبدأ بقى إحنا نظبطها، عشان إحنا نيجي لو جينا نشتغل ده تفريغ، لازم نشيل الخطوط اللي هي عليها الدوائر الخضراء دي. والميزة برضو اللي هي بتاعت المقاسات، سواء بالمليمتر المربع أو المليمتر طول أو مساحة، دي برضو مهمة جدا لما يكون عندك أشكال مختلفة في المقاس. بس هي دي وظيفة الفيكتور دكتور. حاولوا بقى تطبقوا انتوا، وهتلاقوا إن شاء الله الموضوع يعني سهل مش صعب. كان في حاجة كمان احنا ما قلناهاش المرة اللي فاتت، بيست اللونج اللونج كيرف. لو انت مثلا عندك كيرف كده معايا يا جماعة، ولا انتوا؟ لو عندك كيرف كده، لو احنا عندنا كيرف وعايزين ايه نعمل عليه اشكال، شكل معين مثلا نمشي على دايرة، نجوم. يا جماعة معايا ولا؟ معاك. ماشي تمام. بس الصوت ضعيف أو بعيد ايه، شوي. الصوت ضعيف ما بعرف إذا عند الجميع إلا بس عندي. كده الصوت واضح كده تمام. فعلا ما بقاش الصوت واضح. ماشي، لو انا عندي كيرف زي ده كده، ايوه. لما بيكون في الشرح أو شيء بكون كتير. نعم. وعايزين نمشي الدايرة دي بعدد معين. وعايزين نمشي الدايرة ديت مثلا على الكيرف ده. فأنا أقول له مثلا إيه، هضغط على بيست اللونج كيرف، وأقول له كرر لي العنصر ده مثلا 15. طيب لقيت إن المسافة بعيدة، أزود مثلا العدد. تلاتين. والمفروض أرجع تاني علشان الشكل يظبط من الأول. أنا عايز مثلا أقول له 30 كده. طيب لقيت بعيد شوية، يا إما أكبر الأوبجكت بتاعي، يا إما أكتر العدد.
40 وأعمل أندو وأبدأ تاني. حلو، مثلا عجبني الشكل ده تمام. مثلا لو عندي مثلا إيه زي باب كده، نشيل الضلع اللي تحت بآر، ونحاول نخلي ده سموث كده اما نشوف بس شكل الكيرف. تمام. وليكن مثلا ده باب ليه كيرف كده، وانا عايز مثلا اعمل عليه آه، امشي عليه المستطيل ده. اختاره واختار الكيرف بتاعي، واقول له ايه، بيست اللونج كيرف. تمام كده. آه، اللي احنا بنوزع مثلا اوبجكت على شكل معين، بس بيكون كيرف. هو اصلا من الاسم ان انت بتخلي الشكل بتاعك بيمشي في نص الكيرف اللي احنا عاملينه، اللونج، يعني مش فوق ولا تحت. هي دي وظيفة الأمر ده. طيب أنا ممكن مثلا أقول له أنا عايز أخلي الأوبجكت بتاعي بمسافات متساوية، أنا اللي أحدد المسافة. الدايرة دي مثلا، بس أعملها بقى بقيمة معلومة عشان تبقى عارف. وليكن مثلا أخليها إيه، وليكن أنا أخليها 100. ماشي. لا كبير، 100، خليها 50. أنا عايز أخلي أسيب مسافة من هنا بين كل دايرة ودايرة 20 مللي. تمام. اختار تحت ايه، specified distance. هقول له احدد بقى المسافة اللي انا عايز اسيبها 20، واختار الكيرف بتاعي، واقول له ايه بيست. طيب، حد بقى يقول لي ايه اللي حصل، المفروض بسيب 50. لو ممكن اسأل حضراتكم يعني ايه اللي حصل بالظبط، بس يكون مش بس عارف. هو بس كررها. بس يكون مش عارف الأداة بتشتغل ازاي. دلوقتي انا قلت له انا عايز اسيب بين الدايرة دي والدايرة اللي بعدها 20 مللي. المفروض ايه، بكتب 20 هنا في المسافة اللي انا هسيبها، وامسك الكيرف اللي انا ماشي على الشكل بتاعي واقول له بيست. ايه اللي حصل بقى، فين المسافة اللي سابها؟ شكل كبير صح؟ ايه. الشكل كبير لهيك ناقصهم جنب بعض. هلا هو لأنه منتصف الدائرة ماشي عليها. لا. هقول لك بص، المفروض احنا بنحسب المسافة مع حجم العنصر اللي معانا. يعني انا مثلا احنا قلنا الدايرة كام، 50. 50. فانا اقول انا كنت هنا العدد، لحظة كده، احنا مكترين العدد، تمام احنا مكترين العدد. يعني حتى لو احنا قللناه، لو احنا قللناه مثلا 15 وقلت له مسافة 20، وقلت له المسافة اللي أنا عايزها 20، برضه مفيش. آلية عمل المسافة بتبقى ازاي بقى، بتاخد حجم الأوبجكت اللي معاك، بتزود عليه المسافة. احنا قلنا الدايرة 50 زائد 20 كام؟ 70. هنقول له 70. 70، هنقول له بقى ايه، اعمل لنا العدد اللي احنا عملناه. ظهر الدائرة كبيرة. وما تنساش تاخد الكيرف بتاعك. طبعا الأوامر دي في الكور الدرو بتبقى أسهل وأحسن، بس احنا على قد ما بنقدر بنستخدم الأدوات اللي معانا في الأرت كام. تمام كده. هو هنا كرر ده عشان انا حاططها هنا، المفروض ما تبقاش موجودة على الرسم. حاضر.
أنا قلت أنا يا جماعة أنا هنشيل دي عشان المفروض ديت تبقى شين أساسا عشان تبقى بره. أنا هاخد ده مع ده وأقول له اعملهم لي 15 وسيب لي مسافة 20. بنحسب حجم الشكل اللي معايا اللي أنا عايزه يتكرر. هنكمل إن شاء الله أدوات 2D. المرة اللي فاتت كنا بنشرح أداة بيست اللونج كيرف. هنقول تاني هنرجع بسرعة كده عليها ونكمل إن شاء الله. لو في عندنا كيرف الشاشة كده ظاهرة معاكم؟ اه ظهر. ماشي. لو في كده عندنا كيرف وعايزين نعمل عليه شكل معين. هنجيب العنصر ونمسك الكيرف اللي احنا عاوزين نمشي عليه وهنتعامل بالرقم. يعني احنا عايزين كام عنصر بالظبط، مثلا 10 15 على حسب على حسب طول الكيرف بتاعنا، ونشوف هو مناسب بالنسبة لنا ولا لا. إن لقيت مثلا إن العدد كتير ممكن تقلل العدد أو تقلل حجم العنصر. أنا مثلا أقلل العدد شوية. سوري. لا، أنا شايف كده إن هو مناسب بالنسبة لي تمام. طيب لو أنا عاوز أشتغل بالمسافة، يعني أنا عايز المسافة بين كل عنصر وعنصر مسافة بقى معينة بقيمة معلومة. هنعمل مثلا دايرة 50. نتأكد كده من المقاس بتاعنا. الدايرة ديت الحجم بتاعها 50 تمام. طيب أنا عايز ناخد كده كوبي من الكيرف ده. أنا عايز أمشي العنصر ده بمسافة 20 زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. هدوس على specify distance وهكتب 20 وأقول له العدد بتاعي زي ما كان كام؟ العدد كان 10. إيه اللي حصل؟ هو عامل هنا المسافة من منتصف يعني المسافة من منتصف الدايرة كده 20، بين كل واحدة وواحدة 20. هل أنا عايز الشكل ده كده؟ لا، أنا عايز المسافة بين كل عنصر وعنصر 20 مللي. فبعمل إيه؟ بشوف أنا حجم العنصر بتاعي كام وبضيف المسافة اللي أنا عايزها تبقى بينهم. فأنا مثلا العنصر بتاعي 50 و20 يبقى 70. وأمسك الكيرف وأقول له هقول له اعمل لي المسافة دي 70. تمام. أصبح دلوقتي المسافة بين كل عنصر وعنصر 20 مللي مش 70، خلي بالك. إنما 70 عشان بحسب قيمة العنصر مع المسافة اللي أنا عايزها. طيب الأداة دي بتقول لي إن أنت بتمشي العنصر في منتصف الكيرف بالظبط. طب فرضا مثلا أنا عايز الدوائر دي فوق، مفيش فيه إمكانية إن أنا أعمل كده هنا.
فاحنا ممكن ناخد مثلا كيرف تاني، ونشوف مثلا انت عايزه كام ارتفاع كام، او نقلله مثلا كده، بحيث ان انت بعد ما ترسم العناصر بتاعتك يبقى هو فوق الكيرف ده. طيب ممكن نعمل شكل تاني زي ما احنا زي المرة اللي فاتت كده، على اعتبار ان ده باب. عشان الأداة تشتغل لازم يكون الخط أو اللاين اللي أنا شغال عليه لازم يكون مفتوح. هو أنا مجربتش بصراحة المغلق، بس هو لازم يكون خط مفتوح. فأنا هنعمل ده كده. هندوس أرك حرف الإيه عشان يبقى أرك كده، ونعمل دور سموث عشان يبقى خط ما يبقاش شرب أوي كده. تمام. عايزين نمشي بقى العنصر ده. هنعمل نجمة صغننة كده، نخليها مثلا بحجم مناسب. كبر شوية. تمام. خلينا نمشي كده على نفس المنهاج اللي فات. لو أنا عايز أكرر العنصر ده 30، على حسب بقى طول اللاين بتاعه. تمام كده. تمام، هو كده دلوقتي أصبح الشكل ده إيه. لو أنت مثلا بتعمل ديكور لباب أو واجهة محل، بينفعك أوي في الديكور اللي زي ده. بس أداة جميلة وممكن تستخدمها في تصميمات كتير. لو في أي حاجة في الأداة ممكن أشرحها تاني. تمام كده يا جماعة. واضحة. ماشي، واضح الفكرة. لا، واضحة كتير. طيب. في معانا في مايك او سماعه مش واضحه كده. تمام. طيب، في اداه جميله قوي من اوتوديسك بتعرفنا امكانيات جهازنا، البرنامج بتاعنا اوتوكام او يشتغل معايا كويس ولا هيبقى في مشكله، ولا ايه اللي ناقص. الاداه دي بس مجرد انت بتشغلها بتجيب لك زي اختبار كده، بتعمل تيست لجهازك، وبيبين لنا ايه اللي احنا ممكن نغيره عشان البرنامج يشتغل كويس. اجيب لكم الاداه كده واقول لكم عليها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الاداه دي بتجيب لنا مكونات الجهاز بتاع الاوبريتنج سيستم بتاعي. هل الويندوز اللي انا شغال عليه متوافق مع البرنامج؟ هيجيب لك كلمه ايه باص ان هو تمام. الرامات بتاعتي تمام. الهارد ديسك المساحه الخاليه اللي ممكن البرنامج يحتاجها باص. سكرين ديسبلاي، عندك كلمه فيل يعني ايه. يعني المواصفات او الريزولوشن اللي انا عامله للبرنامج غير مناسب مع ايه، مع المواصفات الاساسيه اللي هي المفروض تتعمل. انا بحب مثلا الايقونات تبقى كبيره كده، فطالما في سهم اصبح ان الريزولوشن بتاع الشاشه لازم يبقى اصغر من كده عشان الادوات واقفة بس. نعم. صح، الشاشة واقفة.
واقف على الشاشة واقفة على الداونلود. الشاشة واقفة على السيستم تشيك. اه بعرفك سيستم. بعرفك بس برنامج أداة كده بتعرفك الجهاز بتاعك تمام ولا لا. دي جرافيك. زي اللي موجودة متوسطة في الارتكام نفسه؟ نعم. هي ولا دي مختلفة؟ بتقول إيه؟ هي دي اللي موجودة في برنامج الارتكام؟ هي مش لما كنت موجودة في بفضل البرنامج. الارتكام هي موجودة من تبع تصميم أوتوديسك. البرنامج. لا لا، دي بره خالص. أنت بتجيبها من الموقع. اه بجيبها من الموقع نفسه. اه. اصل لما باجي اسطب البرنامج، تمام، بيفتح لي بيجيب لي دي معاه، اللي هو بيشوف اذا كان هيقبل يسطب النسخة ولا في تعريفات ناقص. لما تيجي تعمل إيه؟ هي دي ولا دي حاجة غلط؟ لا، دي لما حاجة باجي تانية. اسطب البرنامج لا لا، دي دي حاجة حاجة تانية. تانية؟ مم. تمام، يعني ده كده زي اكتب كام نازله ده لوحدي زي يعني. تيست، يعني زي مثلا أنت عندك جهاز و... والبرنامج شغال عليه، بس أنت مش شايف إن هو كفاءة، فأنت بتشغلها. بيقول لك مثلا كارت الشاشة لا عايز يتغير، عايز يبقى أعلى، الرامات عندك ضعيفة كده. طالما لازم يجيب لك كلمة باص دي. تمام. طيب انا مثلا عندي الشاشه هنا طب ده سكرين. قبل ما اسطب البرنامج ولا بعد ما اسطبه؟ نعم. قبل ما اسطب البرنامج ولا بعد ما البرنامج بيتسطب؟ إيه، قبل او بعد عادي يعني، حتى قبل ما تسطب البرنامج. هي بتيجي تصور رسم السيستم، بعد كده الرام، بعد كده انا مش سامع من المايك عندك صوت، في زنة جدا. الصوت ماله؟ طب الصوت وكده؟ كده تمام، بس في زنة كبيرة ها؟ كده. كده واضح تمام. طيب مش هغير السماعه. بص طب عندك دلوقتي في لما فتحت عندي في اللي هي وركينج سيستم والرام والهارد ديسك والسكرين ديسبلاي والجرافيكس كارد والبروسيسور والويب بروسيسور، هو ده فتحته عندك ولا تمام. ده اه حاجه هو ده. غيره؟ ايوه هو ده. اصل انا جاي معايا مع البرنامج نفسه. ممكن حد يكون ضيفها معاك وعادي، يعني هي أداة بنكشف بيها بس عن الايه، عن المواصفات. يعني انا مثلا عندي تمام. لو نقلت كده على الفيل اللي عندك دوت، بيقول لي ايه؟ ان المفروض انا اغير مواصفات الريزولوشن بتاع الشاشه بتاعي 1920 في 1200. اه تعال نجرب كده. بتلاقي الشاشه اقل من 22 او 24. انا عندي ابص كده هندس ال 1366 في 768. هو عايز 1920. مش فاهم. يعني لو انا جربت ده كده وشغلت الاداء نشوف. السلام عليكم. شفت هنا سكرين ديسبلاي اصبح ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. في اطلع صوت مايك مفتوح بس عم يساوي ضوجة كتير بالصوت، ما عم نفهم باقي الصوت. تمام. ممكن نقفل المايك عادي. هيك صار تمام، يعطيكم العافية. هنا لو هنا بص كده انا سكرين ديسبلاي اصبح دلوقتي ايه، باص تمام. بعد كده عندي كل المواصفات شغاله تمام. لما قللت ايه الشاشه بتاعتي، ظهرت الايقونات شويه كده. بص الارت كام ايه، اتغير شويه.
المهم يعني الأداة ديت بتكشف لك عن مواصفات جهازك وتوافق البرنامج معاه. طيب هناخد دلوقتي أداة فيكتور دكتور، هناخدها تاني وإيه، وهنعمل مثال بسيط كده صغير عليه. السلام عليكم يا باشمهندس. اتفضل، شايل لك البرنامج حاليا، اتفضل. لو سمحت، كان في ناس عايزة تدخل ومش عارف ليه مش عارف تدخل. ما هو بص اللينك ما معاك على الجروب ولا فين؟ ايوه، ناس من بره الجروب وناس في الجروب. ابعت لو هما معاك على الواتس، ابعت لهم اللينك بتاعك اللي معاك. طيب حاضر. تمام. كده الشاشة واضحة. واضحة واضحة. ماشي. ماشي. بصوا كده يا باشمهندسين، بعد دلوقتي أنا عندي أشكال مثلا عايز أعرف أطولها. في أشكال أنا رسمتها معلومة، يعني مثلا أنا رسمت الخط ده طوله 500، ده ما أعرفش طوله كام. الأرك ده مش عارف طوله كام. حد يعرف يقول لي يعني ممكن أعرف الطول بتاعه إزاي؟ الدايرة دي مثلا مش عارف حجمها كام. هو هنا حجمها كام ملي؟ 1264. طيب طول بقى المحيط بتاعها كام؟ اكيد من ترانسفورم. لا، ترانسفورمر يعرفك المقاس بتاعها حجمها، يعني زي المربع ده كده 1264، يعني دايرة 1264 مللي، يعني نص القطر بتاعها هيبقى نص الرقم ده. طيب المستطيل ده أنا رسمته كان معروف أهو، حجمه كام؟ طول الضلع بتاعه 300. هنا ممكن نجيب طول الأربع أضلاع عادي. فلما يكون شكل زي ده
مش هتعرف تقيسه بالمتر، يعني انت مش هتعرف تقيس كده يعني الطول بتاعه. انت احيانا بتعمل سقف، يعني هل هو طوله 2719؟ لو انت عندك مثلا في سقف تفريغة فوق، هتعملها في سقف مثلا، والسقف ده 3 متر في 4 متر، وعايز تعمل مثلا 2، هتعرف تعمل ازاي المحيط، او هتجيب طول الارك ده ازاي؟ من خلال لو الرسم عندك لو بتعمل بقى مقاسات أساسية، بتضغط على الشكل اللي انت عايزه، بتجيب خصائص بروبرتيز، تلاقي تحت خالص يقول لك كل خصائص اللاين اهو، بارامتر اللينكس بتاع اللي هو ايه الطول بتاع الشكل ده. بتقوم مثلا يا اما تاخده في ورق، تكتبه كده في ورقة عندك، لان انت هتحتاجه بعد كده. هنا 3109 مللي، هنا ايه طول مش مساحة. باشمهندس صوتك بعيد قوي. صوت بعيد؟ ده انا معلي صوت. والله الصوت بعيد قوي. طيب حاضر، ده انا معلي صوتي يعني. إيه؟ طب ده الطول ده مثلا كام؟ ما اعرفش، هقول برضو بروبرتس كده واجيب ايه الطول بتاعه. تمام. احنا قلنا مثلا، قلنا في الاداة الفيكتور دكتور بيكشف لك الاشكال المفتوحة وبين والمغلقة، ولو في شكلين على بعض، لو في شكلين على بعض متكررين دبل كيتس كده، ايه هيجيب لك الشكل اللي هو متكرر. اه كده اظهر لي ان في شكل ايه. ده 3 حاجات اساسيه بنستخدمها في الفيكتور دكتور. بيكشف لي برضه عن مشكلات، ولو عايز احدد اطوال معينه، اقول له مثلا انا عايز اكبر من اصغر من 500، الاشكال او الاطوال اللي اقل من 500. مفيش هنا حاجه اقل من 500، في 500. طب اكبر من 500، هيبدا بقى دول ايه كلهم اكبر من 500 بما فيهم ال 500 ده. المليمتر مربع ده لو انت بتجيب حاجه يعني بيبقى فيه مساحه وانت عارف المساحه دي، ممكن تكتبها هنا وتختارها على على هذا الاساس. طيب احنا عايزين نطبق تفريغه مثلا عملي، ونشوف الاداه دي هتشتغل معانا ولا لا. لحظه معاكم. مم، كنا عندنا التفريغ. هو السيشن هيخلص، ممكن نكمل على نفس اللينك برضه. البرنامج قفل معاكم؟ لا تمام. لا تمام شغال. الشاشة كده ظاهرة يعني معاكم؟ ايوه تمام. طيب أنا عندي مثلا التصميم ده، نفتح كده فيكتور دكتور ونشوف. أقول له اكشف لي عن الأشكال المفتوحة هنا. هي تقريبا الشاشه واقفه. الشاشة عندي، أنا بقول لكم عشان كده. هي الشاشه ظاهره بس ما فيش حاجه، مش باين الماوس ولا اي حاجه من اللي طب بتعملها. كده تمام؟ او تمام تمام. طيب
هنا كل الاشكال دي مغلقه، مفيش حاجه ايه. طب تعالوا نشوف كده. كلوز جابها لي كلها. دبل كيتس، في دبل كيتس مفيش. طيب اكشف لي كده عن المشكلات اللي موجوده هنا. عشان هما كتير بياخد وقت شويه. شايفين الشاشه وقفت كده شويه. اه شايف تحصل كميه. معايا كده. شايف كميه الاخطاء دي بقى. ده معناه ايه؟ ان الرسم ده كله في نقط زياده، في خطين على بعض. طيب هل انت لو جيت تبرمج الشكل ده هيمشي معاك تمام؟ هيبقى في مشكله. طيب لو انا قلت له مثلا فيكس بروبلمز، حل لي المشكله دي، مش هيقدر يحل كل المشكلات. بس هو هنا ايه؟ عرفني ان في هنا. تقعد بقى تزوم بالبقره كده لحد ما توصل ولو دوست ان. ان دي اختصرت ليه؟ هنا عشان ندخل على النود او ندوس على الاداه دي، نود اديتنج. ايوه عليك. هنا شوف جاب لي نقطه. جاب لي هنا نقطه اهيت، هي دي المشكله اللي ممكن اشيلها. نعلم في خل- المربع. خلينا بس في الجزء ده. اقول له ايه؟ شوف لي ايه المشكله. دي كلها مشكلات. طيب بفضل امشي كده بشوف ايه المشكله هنا. هدوس حرف الدي اشوف لو النقطه فوق نقطه. كان في هنا نقطه بس الشكل هنا ايه. خد بالك الشكل هنا باظ اهو. ارجع تاني كده. في نقطه، شايف النقطه دي كانت راكبه على النقطه دي. هتحلها ازاي؟ المفروض هتشيل، تعمل قط سي. سوري الموس بس على. عندي فكره يا باشمهندس، اتفضل. ان احنا نعملها اوفست للرسمي. ماشي، ما هي دي فكره تانية، بس انا بكلمك ان نقطه فوق نقطه. ما تقعد بقى تعمل كده لو قعدت تعمل كده في كل رسمه مش هينفع. هتلاقي، بص هتلاقي في اكتر من نقطه. يعني ممكن بنقوم بقى جايين هنا، تاخد سي كده وتشيل الجزء ده. ايوه حد قال لي عليه. بعد كده بتقوم ايه؟ بوريك بس فكره. يعني بعد كده بتعمل جوين او كل. ممكن اعمل جوين بالنقطه. نعلم على الاتنين. ايوه نقفل. ايوه طيب. كلوز. هو الباشمهندس عبد الرحيم بيقول ايه؟ احنا ممكن نعمل اوفست واحد بنسبه 1 ملي، وترجع تاني ايه؟ ترجعه مكان يعني. شيل كده العلامات دي. هي طريقة الأوفست يعني بتحل المشكلة هاي؟ ايوه. بتحل. اوفست لأنه ونعلم. بصراحة لأنه بصراحة نحن بتصادفنا كتير، مثلا لما بنجيب تصميم جاهز أو بنجيب أي شيء بيطلع فيه كمية أخطاء هائلة، بيطلع فيه ما هو خطوط فوق لا، بعضهم، ما هو انا بيطلع انا فيهم. المفروض حضرتك انت تصمم بايدك عشان تبقى عارف الاخطاء اللي انت وقعت فيها او الرسم بتاعك
هو صح، بس يعني مثلا هلا في الستائر في هدول هيك تصميماتهم كتير وبتاخد وقت جدا هائل، او ما يعني قصدي لما بننزل لنا شيء رسمي او شيء انه بيطلع فيه كتير نقاط هائلة وبيطلع فيه كتير اخطاء بالدكتور فيكتور. تمام. هو بص، هو احنا المفروض واحنا بنرسم بقى الأجزاء المتماثلة دي، بترسم جزء صغير، بعدين تكشف عنه يعني يبقى خالي من المشاكل. بعد كده بقى بتكرره وبتعمله جوين، وتبدأ بقى تبني التصميم بتاعك. كده هتضمن ان مفيش اي اخطاء. نعم صحيح. طب لو انت بقى جبت تصميم جاهز وفيه مشاكل، انت علشان تقعد تظبط كل المشاكل اللي فيه، لو انت بدأت التصميم من البداية هتخلصه بسرعة يعني، وهيكون اسرع ومش هيسبب لك اي عايز اقول مشكلة حاجة. وانت بتطور. بس موضوع الاوفست مش بينفع الا يعني في اجزاء، يعني مثلا شكل مغلق هيتقطع مثلا من بره ومن جوه كده، بحيث ان هو لو انا عملت له ملي ما يبوظش التصميم. احنا هنجرب في التصميم ده ونشوف. المشكلة انه مفيش حد عايز يصبر ويعمل حاجة بايده، كله عايز حاجة مستعجل وما ياخدش وقت وكده. اه. إنه التصميم ممكن بيشتغل عليها حاجة صغيرة وخلاص بيسيبه ما يبصش عليه يعني. تمام. ومعظمنا مش متعلم اساسا يرسم ازاي. اه، ما انا بقول لك التصميم انا لو انت عملت بس. امم لغاية دلوقتي في حياتي ما حطيتش الصورة على البرنامج وبدأت ارسم عليه، ولان كان المفروض ده الحياة دي. ما هو انت لو انت عندك وقت هتصمم هتبدأ ترسم، انما احنا ممكن مثلا انا يكون عندي راوتر وبش. احنا فاتنا حاجة ولا ايه؟ نعم. نشوف تاني. ايه تفضل جاهزين. احنا قلنا لو انت عندك مشاكل احنا ممكن نستخدم اوفست 1 ملي، على حسب بقى التصميم بتاعك. احنا بنعمل اللي جوه مثلا الداخل 1 ملي، وبنحذف الأصل ونكشف، نعمل بقى ايه identify تاني ونشوف. لما انا عملت هنا ده مش ده الأصل، ده فيه مشاكل. تمام. تعالى كده هو نعمل. هو الاوفست يكون باتجاه اوتسايد. لا، inside اللي جوه، علشان انت عامل التصميم بتاعك بمقاس معين، ما يخرجش بره مساحة العمل. انسايد ولا اوتسايد لانه الصوت قطع؟ هنعمل اوفست 1 ملي انسايد. انسايد، تمام يعطيك العافية. تمام. ندخل كده نشوف. 1 ملي آه، من الداخل اهو. تمام. تعالى كده نعمل بقى فيكتور دكتور، اقول له identify. تمام. هنا مفيش اي مشكلة خالص اهو. حلل لي الايه. طيب احيانا بقى ممكن لما اعمل اوفست بس 1 ملي مش هيأثر يعني، ممكن تيجي تعمل اوفست مثلا في شكل يبوظه. فانت ممكن تقوم عامل الاوفست ده 1 ملي، بعد كده ترجعه تاني. فاهمين الفكرة؟ ان انا مثلا الخطوط اللي انا عملت لها اه، الاوفست يمسح دي، الاولاني. كأني بقول له ايه، انا همسحك وارسمك تاني يعني، فاهم؟ بس تمام بس تمام، بس يعني انه طالما بدنا طالما المشكله اتحلت نرجعها من معاك، اول وجديد. طالما المشكله اتحلت معاك دلوقتي خلاص كده تمام، نبدا بقى نخش على الجي كود ونبرمج وتمام. طب نفرض بقى ان الشكل بتاعي باظ، يعني انت حاسس بقى ان التصميم بتاعك خطوط مش هي، او في مش متناسبه، فبقوم راجع تاني، ارجع تاني ال1 ملي اللي انا عملته لاصله. فكده هو حذف لي المشاكل وجاب لي خط جديد. هنا بقى فايدة الفيكتور دكتور بيبقى ممتاز يعني، خاصة في الستاير أو التفريغات الكبيرة. تمام. في آه، جزء كده في الستاير، حتة كده إيه عايزين نقولها، بس أنا كنت عايز أخدها مع جزء الطول باص. أنت لو عندك ستارة مثلا 3 متر،
الستارة بصفة عامة انت بتشتغل فيها قطع وحلية اللي هي بونتافيننج، والتجريح اللي هو مثلا الرسم العادي اللي هو التجريح، مثلا تجريح ببونتافين. طبعا انا دلوقتي عندي عندي